النهارده هكلمك عن عملية البرنسيسا. ايه البرنسيسا دي؟ دي العملية اللي خلت المخابرات البريطانية تترعب من ستات منطقة اللبان. الحقيقة مش في جثث تحت البلاط. تعالى. وانت فاكر ان رايا وسكينة دول بيجيبوا الستات يخلصوا عليهم وياخدوا الذهب وخلاص؟ ده في حاجات محدش يعرفها هقول لك عليها النهارده. الضابط ابراهيم حمدي، مكتب مكركب في اسم اللبان، التاريخ 12 نوفمبر 1920. الضابط ابراهيم بيكلم نفسه وهو بيشرب القهوه. بقالنا شهر بنلف ورا بخور ونسوان تختفي، والمأمور عاوز يقفل المحضر سرقه مساء، بس الريحه اللي طالعه من بيت علي بك الكبير مش ريحه جثث، دي ريحه بارود. المفاجاه ابراهيم بيكتشف ان البلاغ اللي جالهم على الرايه ما كانش من جاره، ده كان من طرد مجهول، مفتاح خزانه في بنك انجليزي. لما فتحوا لقى صور لسكينة وهي قاعدة مع ضباط كبار في فندق سيسيل ولابسة لبس هانم برنسيسة. تطور الأحداث، غرفة العمليات، المكان، السرداب السري تحت بيت رايا وسكينة. ابراهيم بيدخل البيت بالليل لوحده، بيزيح الكنبه بيلاقي سلم نازل تحت، بينزل بيلاقي عالم تاني خالص. ايه ده؟ دي مش غرفه دفن، ده سنترال. ما كانش فيه جثث في البدايه، كان فيه اجهزه لاسلكي بدائيه وشفرات مكتوبه بالحبر السري. الستات اللي كانوا بيختفوا ما كانوش غلابه، دول كانوا مراسلات، دول جواسيس. هكمل لك هتتفاجئ. بيوصلوا رسائل بين سعد زغلول في المنفى وبين قيادات المقاومه في الاسكندريه. رايا وسكينه كانوا مجرد غطاء، سيف هاوس. المفاجاه الكبرى خيانه حسب الله. المكان سجن كراكون اللبان، زنزانه حسب الله. ابراهيم بيضرب الترابيزه. انت يا حسب الله انت مين؟ الوش ده بيقول انك بلطجي، بس عينيك بتقول انك قاري ماركس ولينين. حسب الله بضحكه بارده قال له يا جناب البزباشي انت لسه صغير، انت فاكر اننا بنقتل عشان كردان؟ احنا بنصف الخونه. كل ست دخلت ما خرجتش كانت بايعه بلدها للانجليز. احنا محكمه الشعب اللي ما لقيناش عدل فوق الارض فعملناها تحت التراب. الصدمه ان حسب الله بيعترف ان عبد العال هو اللي سلمهم، مش عشان كان تاب، عشان عبد العال طلع عميل مزدوج، قبض ثمن السقوط من الانجليز عشان يخلص من التنظيم النسائي اللي رايا وسكينة عاملين. الحقيقه اللي المذكرات السريه اللي اليوزباش ابراهيم خباها ان ليله التنفيذ المخابرات المصريه التابعه للثوار بدلت رايا وسكينة بماكيتات او ستات محكوم عليهم بالاعدام اصلا في قضايا اخرى، وغطوا وشوشهم بطرطور اسود. اما رايا وسكينة ركبوا لانش الغلابه من ورا قلعه قايتباي في اسكندريه واختفوا تماما. يقال انهم عاشوا في صعيد مصر بأسماء مستعارة، وكانوا هم السبب في تمويل حركات المقاومة لحد سنة 1952. القضية اتقفلت على إنها سرقة وقتل عشان الإنجليز ما يعترفوش إن في ستات هزوا عرش الإمبراطورية اللي مش بتغيب عنها الشمس. ساعات الحقيقة بتبقى مرعبة لدرجة إننا بنخترع كذبة مريحة ونسميها تاريخ. مش كل اللي لبس ثوب المجرم كان شيطان، ولا كل اللي لبس ثوب الضحية كان ملاك. سؤال ليك عزيزي المشاهد، لو لقيت النهارده صندوق تحت بيتك فيه ورق يثبت ان جدك كان بطل بس العالم كله كان فاكره قاتل، يا ترى هتحرق الورق وتعيش مسطول وتقول خلاص اللي فات مات وانا مالي، ولا هتطلعه وتواجه العالم كله بالحقيقه وتقول انا جدي بطل؟ سيب لنا رايك في التعليقات الحكايه. السلام عليكم.